اهلا بكل واحد هنا عايز يعرف الحقيقة، اهلا بكل واحد عايز ينور عقله ويفتح دماغه، اهلا بكل واحد قرر يسيب جحيم الجهل ويتفرج على نعيم الوعي. النهارده هنتكلم عن نظريات المؤامرة. يعني انت الحدود بتاعتك المتعارف عليها هي القطب الشمالي والقطب الجنوبي، انت تسمع اي معلومات تانية بعد كده؟ لا. ليه؟ في اراضي، في مساحات هائلة، وفي مرض اسمه سرطان. امال في يعني ايه الجمله دي؟ مش فاهم الجمله. انا بسأل. يعني عرفوا يطلعوا مركبات تكتشف الفضاء وما عرفوش يكتشفوا ايه اللي ورا الحائط الجليدي ده. هل فعلا الزمن والوقت مجرد وهم ومش حقيقي؟ النهارده هنتكلم عن الحاجات اللي صاحبك اللي ما عندوش شخصية بيقعد يقولها على القهوة، القصص اللي البنت اللي محدش بيحبها بتقعد تحكيها عشان هي ما عندهاش قصص حب تحكيها. كائن من كائنات جو في الارض، نوع من انواع كائنات جو في الارض. بس لا يعني خلينا النهارده نبقى حياديين. النهارده عادي جايين نسمع الرأي والرأي الآخر ونشوف كل النظريات. انا عارف، انا بقول لا، لازم الواحد يكون عنده مرونه في انه يقول المعلومه ويتقبل المعلومه ويناقش المعلومه. النهارده هنتكلم عن الحاجات اللي لما بتتقال في فيرست ديت بيفضل فيرست ديت. اصل ليه ممكن تكمل مع بنت معتقده ان ترتيب النجوم النهارده مثلا مخلي مودها وحش، او واحده مؤمنه بنظريه المليار الذهبي وان في منظمه سريه ما بتحاول تقلل عددنا. اصل لو النظريه دي حقيقيه اكيد كانوا قتلوا واحده غبيه زيك. النهارده هنقابل ناس، هنحاول نوصل للحقيقه، هنعرف هل فعلا احنا بيضحك علينا، هل في مؤامره بتدور حوالينا واحنا مش داريانين. ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. انا شفت حاجة زي كده في عين شمس. انت بتتكلم بجد؟ والله. عين شمس. عمرك كنت بتتمشى كده في يوم وبصيت كده على الارض وحسيت اللي هو مش يمكن الارض دي زي ما انا شايفها كده مسطحه؟ طب انا ليه اصدق صور ناسا؟ يعني انا ما مصدق عيني. اول ما تبدا تفكر كده لازم على طول تروح تكشف عن دكتور مخ واعصاب عشان انت اكيد عبيط. اول نظريه هتكلم عليها النهارده هي نظريه الارض مسطحه. هي اغبى حاجه النهارده هنناقشها، حاجه غبيه لدرجه ان انا يعني بفكر اصلا اسكيب الحته دي. يعني هي حاجه غبيه لدرجه ان هو انت ما ينفعش اصلا تتناقش مع حد مصدق في حاجه زي كده. اللي يقول لك الارض مسطحه اقول له ماشي تمام، عارف ايه تاني مسطح؟ شخصيتك. فكرة ان مفيش اي حد بيقول اي دليل قوي في الحوار ده، اللي هو اقوى دليل عندهم ان الارض لو كرويه فاحنا هنعرف نقف فوق بس، لكن لو وقفنا في الجنب هنقع. ماشي يا اسطى تمام، اقتنعت، انت صح، كلام علمي، كلام جميل. بس لو هي كده فعلا، يعني لو هي مسطحه، انا لو وصلت لاخرها هلاقي ايه؟ طب من تحت في ايه من تحت؟ الهنود زمان كان عندهم معتقدات ان في فيله هي اللي شايله الارض من تحت. معرفش ليه سبحان الله الهنود دايما عندهم اغبى معتقدات في الدنيا. يعني معرفش ليه ممكن فيله تعمل كده، ليه ممكن فيله تشيل الارض دي كلها؟ الفيله دي مش بتتعب، مش بتزهق، مش بتبقى عايزه تجوع مثلا فتروح تاكل؟ طب لو الفيله دي راحت ارتاحت شويه مثلا هنقع؟ يعني هنقع. المهم ان هو قال لك ايه بقى، هي مش بس فيله اللي شايله الارض، ده في سلاحف كمان شايله الفيله والفيله شايله الارض. دي اسمها نظريه السيرك، سلاحف شايله فيله وفيله شايله الارض وفي واحد فوق بيلعب بالكور. عامه لو هنعمل بقى نظريات، انا عندي نظريه جامده فشخ. هي الارض مسطحه زي الصينيه وفي اهواجي شايلها، لما بيلف بقى لفه كامله كده ده كده يوم. ودلوقتي معانا باشمهندس احمد مجدي، معيد بكليه تكنولوجيا الفضاء جامعه بني سويف. اهلا وسهلا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. شكرا ان انت اولا لبيت الدعوه ربنا يخليك. وجيت برنامج يعني هزلي زي ده. مش عارف انت ازاي وافقت على حاجه زي كده. هنشوف طبيعة الموضوع. اول حاجه يعني اصدق منين ان انت معيد؟ يعني ما يمكن انت حد الماسونيه بعتهولي عشان يضحك عليا زي افاعيل الماسونيه كلها يعني. هو انت بوظت الكونتنت كله، يعني ده الهدف اللي انا كنت جاي عشانه. للاسف يعني مفيش حاجه انت... بالكليه دي اصلا، مفيش حاجه باسم الكليه دي. انا قلت برضو بني سويف اكيد ما فيهاش تكنولوجيا فضاء، صح؟ هو بيضحك عليا صح؟ هل الارض مسطحه؟ والله هو في اقاويل في الموضوع ده، يعني ليها اشكال كتير. يعني هو بناء على البرسبكتيف بتاعك. انت بتحب ايه؟ انا يعني ما بحب ايه في ايه؟ يعني ممكن تحبها مسطحه، كرويه، دونت مثلا. انا بتكلم بجد دلوقتي، كرويه ولا مسطحه يعني؟ كرويه بجد؟ طب ايه اللي يثبت على كده؟ حاجات كتير. قول لي. انت درست اكيد ده صح؟ طبعا درست. ايه بقى؟ ايه يعني ايه الحاجه اللي انت درستها حسيتك ان هي كرويه؟ ما هو انا ما حسيتهاش، هو يعني ده يعني تم اثباته فعلا، يعني مش احساس، يعني الموضوع مين بقى اللي إحساس خالص. اثبته ازاي؟ انت عايز تعرف بطريقه فيزيائيه ولا بطريقه كده؟ براحتك. لما بيحصل خسوف للقمر، هو ايه الخسوف اصلا؟ ان القمر بيجي
او الارض بتيجي ما بين القمر والشمس. اللحظه اللي القمر بيلف فيها هيكون موجود، او ان القمر يكون موجود ورا طب ما يمكن القمر اتطفى. يعني دلوقتي اللمبه دي ممكن تفصل، هل في حاجه جت دارت عليها؟ لا، الكهرباء قطعت. اللحظه اللي بيبقى فيها القمر ورا الارض على طول والشمس قدامهم، تمام؟ انت تجاهلتني صح؟ هنا بيبقى اسمه خسوف، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ ان احنا بنشوف ظل الارض دي على القمر. جربت تروح قبل كده مدينه ساحليه؟ جربت؟ لما تروح المره الجايه ركز على سفينه، بص على سفينه معينه وبص على العلم بتاعها، وهي بتبعد عنك هتلاقي ان تحس ان العلم بيغرق مش بيبعد. طب ما يمكن مركب بتغرق. ممكن برضه، ده وارد بصراحه. انا كنت متاكد انك هترد على الرد ده. لا ده وارد، ما فيش رد علمي يعني، هو فعلا وارد ممكن. هي عامه منطقي ان هي لما بتبعد بتعيد هتغرق، يعني مفيش حد مجنون يبعد قوي كده على الشط. ممكن دخلت في الغويط مثلا. ايوه. انت متاكد ان هي كرويه؟ هو انا شفت الظل يعني. لا لو انت اكدت لي، انا دلوقتي ماليش دعوه باي حاجه، اصل اي حاجه دلوقتي ممكن تتزيف. انت دلوقتي لو حلفت لي انا هصدق، بس يبقى انت بيبقى كلمه منك قدام الناس، ربنا يحاسبك عليها. والله كروي. طب يعني عندك مشكله لو حلفت على المصحف ده؟ يعني ماشي والله كروي. خلاص يا عم تمام ماشي، مصدق. يعني انت ما اقتنعتش بنظريه الفيزياء؟ لا انت خلاص حلفت. كنت قلت لي احلف من الاول ما اشرحش. مسطحه ولا كرويه؟ كرويه. ايه الاجابه السريعه دي اللي ما فيهاش تفكير خالص؟ ما ينفعش تبقى مسطحه اصلا. يعني ايه؟ انا اسف يا جدعان، بس هي تقريبا الارض مسطحه. الفكره ان اللي معتقدين ان الارض مسطحه هم اولا هم اسمهم مسطحين، تمام؟ وعكسهم الكرويين. الموضوع فيه زي التراس كده، بس هم يعني هم متعصبين للفكره. يعني هو بيحارب، اللي هو مش بس مصدق ان الارض مسطحه، هو مش مصدق ان صور ناسا دي حقيقيه. هو مقتنع ان العالم كله بيضحك عليه. فانا مش فاهم ليه، يعني ليه ممكن ناسا تعمل حاجه زي كده؟ ليه ممكن تزيف صور او تفبرك صور؟ يعني ناسا استفادت ايه؟ هوريك صوره وتقول لي الصوره دي حقيقيه ولا لا. الصوره دي حقيقيه؟ حقيقيه طبعا. بجد؟ دي بالظبط الكره اللي احنا عايشين فيها. ايه اللي اكد لي ان الصوره دي حقيقيه؟ جرب تخش على جوجل مابس وتلف كده هتشوف لما يمكن هم عاملينها 3 دي ماكس. ايه اللي ضمن لي ان كل صور ناسا دي حقيقيه اصلا؟ يمكن كلها فيك فوتوشوب. لا هي فيك، دي حقيقه. دي نقطه مهمه جدا انت قلتها على فكره. دي فيك بجد؟ فيك. عرفت منين انها فيك؟ هقول لك ازاي. بتشوف الالوان الجميله اللي هم بينزلوها والحاجات الحلوه اللي هم بيشوفوها والكلام ده كله، صح؟ دي مش حقيقيه، مفيش الالوان دي اصلا في الطبيعه خالص. بجد؟ فلترد. هي بنسميها فولس كلر مش فلترد. هي الفكره كلها في ان احنا الحاجات دي اصلا بتظهر باشعه تحت الحمراء. يعني التلسكوبات ما بتشوفش اللي احنا بنشوفه، بتشوف حاجات ابعد شويه. احنا بنقدر نشوف الفيزيبل لايت بس، او جزء معين بس من الضوء، اللي هو الضوء الابيض اللي احنا بنشوفه ده. التلسكوبات اللي موجوده في الكاميرات اللي بتبقى موجوده على التلسكوبات او الاقمار الصناعيه بتشوف ابعاد تانية غيرنا في الطول الموجي معين يعني. فهي لما بتشوفها ما نقدرش احنا نحللها، فبنعمل عليها حاجه اسمها فولس كلر، بنلونها بقى فبتظهر لنا. فهي مزيفه، بس مزيفه يعني نقدر نقول ايه، كدبه بيضاء يعني. هل الطول الموجي ده ليه علاقه باياد الموجي؟ هما يعني ده يدخلنا للنظريه اللي بعدها، وهي نظريه الجدار الجليدي. حدود الارض اللي احنا عايشين عليها حدود مزيفه. الارض اكبر مما تتخيل. تم تقييد نظرنا ان هو ما يتعداش حدود الجدار الجليدي، والبوارج الامريكيه بتحرس هذه الاماكن، واي حد يقترب مما بعد القطب الجنوبي القطب الشمالي بيتم اطلاق النيران عليه. هي حدود تم صناعتها من بعض الدول من اجل تزييف الحق. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان القطب الشمالي والجنوبي دول مش نهايه العالم، في سور وراه حضارات تانية او تجارب سريه مش عايزين يعرفوها لك. طب ما يمكن ده كومباوند جديد عاملاه معمار المرشدي، ايه المشكله؟ بعدين ما اعرفش، يعني حاسس ان لو حد عايز يعمل حاجه سريه مش هيروح يعملها في القطب الشمالي. يعني حاسس هناك الجو هيبقى ساقع فشخ، يعني ممكن يروح يعملها في اي حته تانية عادي، يعني محدش ياخد باله منه برضه. فانت ليه حاشر نفسك؟ افرض يا عم في ناس عادي قرروا يعملوا سور وعايزين يقعدوا وراه يعملوا اي حاجه مش عايزين يقولها لك، يا عم انت مالك؟ بتحس ان نظريات المؤامره دي كلها الناس بتحشر مناخيرها في حاجه هي مالهاش فيها. يعني انت مالك بيعملوا ايه في اريا 51؟ حاشر نفسك ليه؟ مش عايزين يقولوا لك، انت مالك؟ كل الصور اللي بيعرضها لك بيفضل يجيب لك سلوك ممتده الى ما لا نهايه. يا دكتور انا قلت لك حدد ميعاد الرحله ويلا نروح ورا الجدار الجليدي نشوف فيه ايه هناك ونراجع. يلا مين جاي منه يا جدعان؟ الناس كتير مش بس مصدقه في حوار الجدار الجليدي، لا ده هم معاهم خرايط للحوار ده. يعني هم في خريطه محطوط فيها فين الجدار وايه اللي وراه الدنيا كلها. الخريطه دي للاراضي اللي ورا الحائط الجليدي، يعني احنا ارضنا هنا
والحائط الجليدي هنا، وده كل اللي بعد الحائط الجليدي. فالخريطة دي لو ثبتت صحتها فاحنا كده نروح في حتة تانية خالص. المهم وانا قاعدة اعمل زوم بقى اكتشفت حاجات غريبة جدا. ركزوا بقى على اسماء الجزر اللي هقولها لكم دي. اول واحدة تحوت على اسم اله مصري قديم وحورس. والغريب اكتر هنا تسلانيسيا جاي من كلمة تسلا، والغريب اكتر واكتر مكتوب تحتها ذا الكتروفايد ايلاند، كهربائية. تسلا ايلاند. وبصوا بقى دي ذا ماونتنز اوف كونج، مش بتفكركم بحاجة؟ فيلم كينج كونج والجزيرة اللي كان فيها مثلا. كينج كونج والجزيرة اللي كانوا فيها. تسلا ايلاند. كينج كونج كهربائية، مش بتفكركم بحاجة؟ فيلم كينج كونج والجزيرة اللي كان فيها مثلا. ده معناه ايه؟ ده مش معناه اي حاجة، بصوا يا جماعة، دي خريطة مدينة البط زي ما انتم شايفين هنا كده. من الخريطة دي نقدر نستنتج ان الارض مسطحة. لو عملنا زوم هنا بقى هنلاقي خزنة عم دهب مكتوب جنبيها ممنوع الاقتراب. طب هم ليه مش عايزيننا نقرب هناك؟ هم بيعملوا هناك تجارب سرية يا ولاد اللذينة. طبعا هنا هنلاقي نادي المليونيرات، روثشايلد فاميلي، المسؤولين عن كل الفلوس بتاعت العالم. هنا بقى هنلاقي معمل عبقرينو، طبعا التلسكوب في السقف وانسان آلي. طب يا ترى التلسكوب ده بيعملوا بيه ايه؟ بيشوفوا بيه ايه؟ اكيد حاجات مش عايزين يقولوا لنا عليها. هنا بقى منزل بطوط، مش عارف ده ممكن يبقى معناه ايه بصراحة. طب هل الجدار الجليدي حقيقي؟ هو حقيقي لو انت بتتفرج على جيم اوف ثرونز بس. انا ما بتفرجش على جيم اوف ثرونز. هو في جدار جليدي هناك بيحميهم من نايت كينج. طب هل ممكن الجدار الجليدي ده مثلا يبقى سور لكومباوند جديد؟ هي دي نقطة مهمة جدا على فكرة. في ناس هناك اكتشفت ان احنا ممكن نحتمي من الكاتاستروفز او المشاكل اللي ممكن تحصل في الارض بان احنا نعمل منطقة او مدينة كاملة في الجليد. طب هل الارض اصلا يعني ممكن تبقى اكبر من الخرايط؟ يعني ممكن تكون مثلا اكبر ككوكب ككورة يعني. اصل هي لو اكبر، هل في اراضي مثلا مخبيينها علينا؟ ما هو عشان يبقى في اراضي غير اللي احنا شايفينها يبقى لازم يكون الكوكب اكبر شويه. ولو اكبر شويه هنا في قوانين كتيره في الفيزياء. اولهم مثلا الجاذبيه، لان الجاذبيه دي بتعتمد على حجم الجسم اللي هو بيجذب ده، اللي هو الارض بالنسبه لنا. لو الكره الارضيه دي كبرت شويه وهي اكبر فعليا من الحجم اللي احنا شايفينه وهم بيضحكوا علينا او بيزيفونا الحقيقه، الجاذبيه دي هتزيد جامد. مش هيكون في طيران، يعني الحسابات اصلا هتبقى غلط. بالظبط، كل القوانين الفيزيائيه هتدمر اصلا. طب لو هي نفس مساحتها بس في اراضي مخبيينها علينا؟ طب ليه؟ في اكسبيديشن بتحصل كتيره، في رحلات استكشافيه بتحصل في كل العالم. قدرنا نجيب دوله زي كيرباس دلوقتي، جزيره ما بين تايم زون 1 وتايم زون 12 اللي هي يعني حرفيا في الحد الفاصل ما بين ناحيتين الارض. مش عارف ده فايدته ايه. فايدته ان انت خلاص وصلت لحته في الارض تقدر تلف فيها الناحيه الثانيه، فانت اوريدي مفيش حد للارض معين، يعني هي خلاص انت وصلت لاخر حدود الارض. بس هو اكيد في اماكن مش معروفه، دي حاجه في علم الغيب، بس يعني مش بحجم قاره، مش بحجم دوله مثلا. هي جزيره يعني عادي نائيه في اي حته في المحيط مثلا. بس الارض اللي احنا عارفينها هي اللي احنا الارض اللي احنا عارفينها. اصل ليه هيداروا؟ مش عارف، ممكن يبقوا عايزين مثلا يعملوا مشاريع جديده مثلا. انت عارف بقى لو يروحوا يلاقوا ارض جديده مثلا حلاق يفتح فتلاقي 3 حلاقين فتحوا جنبه بالظبط وكده، فاهم؟ صح. اللي هو يعني لما تسمع مثلا تكتشف رابر جديد او مغني جديد فتبقى فانت مش عايز الناس الناس تسمعه بقى، فخلاص بالظبط. ممكن برضه هم يكونوا بيعملوا كده، تكتشف ارض جديده. لا يا عم بلاش. بيعملوا حفلات بقى الرابرز هناك بقى، فاهم؟ سيكريت انفيتيشن للناس اللي بتسمعهم بالظبط، عشان الارض دي ما تبقاش من ستريم يعني. كده احنا بس دي فكره كويسه جدا على فكره. صح، يعني ممكن اصلا لو هي مش موجوده حد يستغلها ويعملها. دي فكره حلوه. اغلب نظريات المؤامره دايما بتحاول تعمل فيها اللي هو ايه، نصحه كده، اللي هو انت فاكر ان الكورونا دي جت كده بالصدفه؟ لا يا حبيبي، دي معموله عشان يعملوا مصل، عشان يطعمونا ويحطوا جوانا شريحه فيراقبونا. طب ما هو يا اسطى ما يراقبونا من ده، وفي GPS وفي مايك والدنيا حلوه. الو 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 الو، عايز ابيع روحي، خدوا روحي الدنيا حاجه، ادوني سندوتش بطاطس. في ناس بقى تحب تشوف اي مثلث في الشارع، اي مثلث، تقول لك الحق دي رساله خفيه. رساله خفيه ايه يا اهبل؟ يعني ايه نوع الرساله الخفيه اللي ممكن ارسلها لعقلك الباطن لو عملت كده او كده؟ يعني ممكن يبقى في رساله مثلا لو عملت لك كده او كده. الناس دي بالنسبه لهم جبنه لافاشكري دي اكيد كابوس، البقره بقى بتاعت لافاشكري دي اكيد مسيح الدجال. في برضو نظريه نهايه العالم، ما اعرفش ليه الناس مصممه تنهي العالم. يعني
الناس مصممه ان العالم لا هينتهي. في الاول كان هيخلص 2012، بعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل، اجلوها تقريبا ل 2018 وبرده ما حصلش حاجه. طب ايه، المسيح الدجال كان نايم راحت عليه نومه، كل شويه يقول لك في نيزك هيضرب الارض، في مش عارف خسوف هيحصل هيخسف بينا الارض. كان بيبقى ايفنت على الفيسبوك كده يعني. انا فاكر ان انا كنت عامل جوينج لنهايه العالم في 2008، ما اعرفش كنت متوقع ايه يعني، نوتيفيكيشن مثلا ان العالم انتهى اصلا في 2012. فعلا الوقت بيعدي بسرعه شديده. طبعا مستحيل ده يكون الواقع مثلا من 10 15 سنه. خلينا يعني، هل بركه الوقت قلت؟ ماشي يا جماعه. دكتور محمود شايف ان العالم اصلا انتهى من 2012، ودي نظريه الوقت الحلو بيعدي بسرعه. في برضه نظريات الفيكدس، ان ناس ماتت لسه عايشه زي مثلا مايكل جاكسون، بس ده مش مهم يعني، هتلاقيه اصلا مات دلوقتي بجد. في ناس تانية زي اكس اكس وجوسي وورد ولا مش عارف ايه، الناس فاكره ان هم اتخنقوا من الشهره، اللي هو قرروا ان هم عايزين يعيشوا ناس عاديه عشان زهقوا من الشهره، فقرروا ان هم يعلنوا للناس ان هم ماتوا. فلوس؟ لا 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 لا. شهره؟ لا. عربيات؟ انا هروح اشتغل في بنزينه في الهند. في برضه ناس زي كاني ويست اللي قال انا لو اختفيت فتره وظهرت تاني ده مش انا. فالناس بيقولوا ان اللي موجود دلوقتي ده مش كاني ويست الحقيقي، ده نسخه تانية منه الماسونيه بدلته عشان ما اعرفش، ما كنتش بيسمع الكلام. هي الماسونيه كده، لما بتعمل حاجه غلط بيطلعوك ينزلوا روبوت مكانك. يعني محمد رمضان لحد دلوقتي مبدلين 10 روبوتات عليه ولسه مش شغال برضه. هتلاقي مثلا الناس بتقول لك ان بايدن روبوت. ليه؟ عشان كان بيربش او بيترعش في فيديو ما، او عشان فضل متنح سنتين 3. طب مش يمكن الراجل تعب؟ مش ممكن كبر في السن؟ مش يمكن جاله صرع؟ لا 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 لا، هو اكيد رماته هنجت، افصله شويه واعمل له ابديت منطقي. وانا باكد لك تاني ان ايلون ماسك مش بشر، ومارك زوكربيرج مش بشر، وبيل جيتس مش بشر، وترامب مش بشر، وبايدن مش بشر. يا رب نطلع احنا بشر وحياة ربنا، يا رب احنا نطلع بشر. اقول لكم على حاجه، انا بجد مش فارق معايا يعني، ماشي انت روبوت يا عم، ايلون ماسك روبوت، الارض مسطحه عادي، استفدت انا ايه؟ عملت انا ايه؟ هيفرق معايا ايه انت روبوت ولا سحليه ولا؟ المهم تبقى كويس معايا، ما تحورش عليا، ما تكدبش عليا. هتلاقي برضو ناس بتقول لك ان عادل امام مات واللي موجود دلوقتي ده روبوت. غلط، اللي موجود دلوقتي ده هولوجرام. الو، ايوه يا زعيم. ايوه يا خلودة، ازيك يا زعيم؟ انا بخير ومعايا لبلبة ويسرى. حبيبي يا زعيم، ربنا يديك طول العمر. حبيبي يا خلودة. ايه الحوار اللي الناس مطلعه عليك انك مت من 2017 ده؟ ده الولد كلب، انا عايش ومبسوط وهجوز ابني. طب خف بقى يا زعيم، خف عشان انت بقيت ديد ميم خلاص. انا عايش. طب انا لسه ما متش، انا هحلم. عامة الناس بتموت اي حد عايش وبتعيش اي حد ميت، ليه؟ يعني معرفش ليه. وده تقريبا عشان فكرة الموت بتبقى صعبة، يعني صعب ان حد يصدق ان الفنان بتاعه او شخص بيحبه مات، خصوصا لو مات مثلا صغير. فبيبقى اسهل ان انا اصدق القصص دي عن فنانين كنت بحبهم وماتوا فجأة، ماتوا هم صغيرين وبطرق غريبة. هل في كلية قلت لي كلية ايه؟ فضاء؟ مش كلية بقى، جامعة فضاء يعني اعتبرها بني سويف. ماشي. هل وصلتوا مثلا لنظريه او حاجه بتاكد ان الارض هتنتهي في وقت ما؟ هو الاكستنشن ده كده موجود، الانقراض موجود. بس كارض، احنا هنتكلم دلوقتي على الارض ككوكب، كجسم سماوي. فهو في احتمال ان احنا يحصل فيه ان احنا نقرب من الشمس، او ان هي الارض اصلا تنفجر او وات. ده وارد. وارد بالقوانين الفيزيائيه والقوانين الفضائيه، ده كله حاجه وارد، ولكن على زمن طويل جدا. يعني هو عمر الارض دلوقتي داخل في 4 مليار سنه، ويعني كمان 5 سنين مثلا، يعني لا ممكن 6 ونص مثلا، 6 سنين ونص حاجه زي كده يعني. مش هتلحق تاخد في الكومباوند مش هلحق. الناس برضو بتخاف من التكنولوجيا، معرفش ليه. بيقولوا ان شات جي بي تي هيحكم العالم. شات جي بي تي ايه يا جدعان اللي يحكم العالم؟ مفيش الكلام ده يا اسطى. هو انت هتحكم العالم والحاجات اللي بيقعدوا يقولوها دي؟ بص، فكرة تحكم العالم دي حاجة خيالية تماماً. العالم معقد جداً ومليان دول ومجتمعات مختلفة، وكل حد عنده مصالحه وظروفه. مفيش شخص أو جهة تقدر تتحكم في كل حاجة، في عوامل كتير. خلاص يا اسطى، خلاص. أنا عايزك بس تحلف. احلف إن أنت مش تحكم العالم، احلف. خلاص، بحلف إني مش هحكم العالم، ولا ناوي حتى أقرب من الفكرة دي. الدنيا أبسط من كده بكتير. خلصانة يا اسطى، خلصانة. كلمة راجل، صح؟ بالظبط، قدام الناس كلها انا مش هحكم العالم ولا هشغل بالي بالحاجات دي خالص. حبيبي. في برضو نظريات الفضائيين او الاطباق الفضائيه او اليو اف او
unidentified flying objects. انا ما اعرفش في فضائيين موجودين ولا لا، بس هم لو موجودين انا فاهم هم ليه مش عايزين يجوا، او هم ليه ما جوش لحد دلوقتي. اصل اخر مره جم هنا خليناهم يبنوا الاهرامات، احنا ليه اصلا يعني ليه ممكن نعمل حاجه زي كده؟ يعني دي عبوديه. الا لو كان مثلا لونهم اسود مثلا زمان، معرفش، او بياخدوا 5000 في الشهر وبيشتغلوا from 9 to 5 فاكرين ان هم اولاد الشركه. عامه احنا بنمارس العنصريه على الفضائيين، يعني ليه كل رسوماتنا ليهم بنرسمهم شكلهم وحش؟ ليه عمرنا ما تخيلناهم شكلهم حلو؟ ليه دايما شكلهم عامل زي جلد العواجيز؟ عامه بحس ان احنا بنتخيلهم كده عشان احنا دايما عندنا خوف من المستقبل. دايما بالنسبه لنا اي حد بيكتشف ارض جديده بيحتلها. يعني في الحوار ده بجد عاملين زي اللي كان بيتضرب من وهو صغير، لما حد يجي يسلم عليه هاي فايف ويعمل له كده بيخاف. حوار الاطباق ده مضحك برضه، يعني ليه ممكن حد يصمم سفينه فضائيه او طياره على شكل طبق؟ يعني فاكرين نفسهم في قصر الكبابجي. عامه بحس ان الفضائيين مش لازم يبقوا كائنات متطوره عايشه بعيد في الفضاء او في كواكب تانية. ممكن عادي، ممكن تبقى كائنات عايشه تحت الارض مثلا، او كائنات عايشه في البحر. ممكن يبقوا اي حاجه مش بشر، يعني ممكن يبقوا حاجات صغيره قوي مثلا، يبقوا زي الجراثيم مثلا. ممكن يبقى في حاجه اصغر من الجراثيم احنا لسه مش شايفينها، عايشين جوه صغيرين. ممكن يبقى في اصلا كواكب في الصغننه كده يعني، او ممكن يكون هم كبار قوي واحنا اللي صغيرين. ممكن احنا نكون عاملين كده الكوكب بتاعنا، كوكب المجره كلها ممكن تبقى زي جرثومه مثلا في عالم تاني، وهم اللي كبار قوي بقى، فهم مش بيشوفونا. خليني اقول لك ان انت قدام كائن من كائنات جو في الارض، نوع من انواع كائنات جو في الارض. بتظهر الكائنات انا شفت حاجه زي كده في عين شمس. وللاسف الشديد اللي لقوه الصور بتاعته موجوده. انا يمكن اسف ان انا جبتهاش من المره دي، اجيبها لك المره الجايه تشوفها. هو ليه الراجل ده دايما كان في صوره بس نسيتها والله في البيت، هجيبها لك بكره. كان في مصدر، بس المصدر ما رضيش يتكلم. شات جي بي تي، وانا بقول لك كلام موثوق منه 100%. في بعض المراحل بيتواصل مع الناس بشكل غير طبيعي لوحده من غير ما الناس تفتحه. انا ما اعرفش حد، بس انا سمعت الموضوع ده طبعا. عندي الملف وعندي الفيديو، ولكن صاحبه رفض انه يعرضه. كان بيقول له ايه؟ رفض. دايما عمل الهوم ورك بس نسيه في البيت، او الكلب كله. مين اشهر الشخصيات اللي قدرت تسافر بالزمن؟ هقول لك على حاجه. كان في احد الشخصيات مرشح نفسه في الانتخابات مع باراك اوباما، بس مش هقدر اقول اسمه. ليه ما تقول؟ لان انا مش فاكره. هل الفضائيين ليهم وجود؟ والله هي في اقاويل كتير في الموضوع ده. يعني معلش بس انا عايز اسالك سؤال، انت قصدك الفضائيين ان هم كائنات غير دنيويه، ولا الفضائيين بشكلهم اللي احنا عارفينه اللي هم الاخضر وعينيهم سوداء انت فاهم؟ اي حاجه. طبعا يعني في بلاغات كتير جت على حوار ان هم في اطباق طائره وفي فضائيين والكلام ده كله، ولكن مفيش لحد دلوقتي اي دليل قاطع يثبت صله اي حاجه من الاحداث الغريبه دي بالفضائيين. اليو اف او اللي احنا بنسميها الانديفايند فلاينج اوبجكت، حصل حوادث كتير وبلاغات كتير جدا على حته الفضائيين دي، اغلبهم طبعا في امريكا. في الكويت بيقولوا في الكويت حاجه ظهرت. لا ده هو راح يشتغل هناك ولا عايز فلوس تقريبا. يعني غريبه بصراحه. يعني اقدر اقول لك ان ما بين كل المحللين وكل الدراسات اللي حصلت. طب هل الفضائيين هم فعلا اللي بنوا الاهرامات، ولا هم كانوا بيشرفوا على العمال بس؟ طب لو الفضائيين يعني ليهم شكل، ممكن يبقى شكلهم عامل ازاي يعني؟ شبه مهاب شادي. حاجه وحشه. مش عارف. طيب هل الفضائيين ممكن يبقوا موجودين تحت الارض مش فوق؟ دي حاجه جميله برضه، بس ليه يعني اصل هو بنسميهم الرماديين، معرفش سمعت عنهم قبل كده ولا لا. اسمهم كائنات جو في الارض تقريبا. كائنات جو في الارض بس هي حاجه ثيوريتيكال برضه زي الفضائيين. انا زي ما قلت لك ان اي ظاهره غير طبيعيه تقريبا قدروا 80% منها يحللوا ليها اسباب معينه يعني، ويمكن ال 10% التاني او ال 20% التانيين، لا ممكن نقول 90% كمان تم تحليلها. هم يعني موجودين ولا لا؟ اصل هقول لك حاجه، احنا عندنا في دراسه الفضاء عموما في حاجه اسمها الفيرمي بارادوكس، بتقول ان الكون بتاعنا كبير جدا 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 يعني. تمام، احنا عندنا الاطوال من قيسها في الكون بالسنه الضوئيه. عارف ايه السنه الضوئيه؟ زي الطول الموجي كده. يعني ماشي نمشيها اي حاجه يعني. هي السنه الضوئيه دي هي الفتره اللي بياخدها الضوء عشان يسافر سنه كامله. احنا عارفين الضوء اصلا يعني هم موجودين ولا لا؟ ما انا هقول لك اهو، هتقاطعني؟ انا بس عايز اوصل للكونكلوجن بس. فهو الموضوع دلوقتي انا هكمل لك وهنوصل للكونكلوجن بعدين. لو انت وراك حاجه ممكن تعملها. لا عادي. بس فهو احنا بنتكلم دلوقتي في ان هي ممكن يكون في 100 مليار مجره، زي مجره درب التبانه، كل مجره فيها من 100 ل1000. تعالوا نقعد بقى نشرح كل مجره فيهم. لا مش موجودين. تقدر تفصل لي ايه ده؟ خليني اقول لك ان انت قدام
كائن من كائنات جوف الارض، نوع من انواع كائنات جوف الارض. العلم بتظهر في اكتر من بلد. بتظهر الكائنات انا دي. شفت حاجه زي كده في عين شمس. ايه ده؟ دكتور محمود صلاح. شكلك مش من عين شمس. لا لا صح؟ لا بس انا سمعت الحوار ده برضه. سمعت عن حضاره المايه؟ لا ما سمعتش عنه، ممكن تقول لي عليه. انا شفت ريل كده بس ما ليه كملتش بقى؟ بصراحه. طيب احنا بكده نكون خلصنا. بس انا لسه ما شرحتش ما شرحتش ايه؟ الفضائيين. ممكن بقى اسيب للناس اللينك بتاعك على انستجرام ويوتيوب تشرح لهم براحتك، عشان هنا وقت الحلقه بصراحه خلص. ف استاذ احمد تقدروا تتابعوه. مش مهندس احمد، تقدروا تتابعوه، هو بيشرح حاجات عن علوم الفضاء في لينك في الديسكريبشن، وهسيب لكم برضو بروفايل انستجرام بتاعه. في برضو نظريه مثلث برمودا. نظريه مثلث برمودا دي كنت مهتم بيها وانا صغير، قعدت اقرا فيها كتير، اتسحلت معاها حبه. بعد كده لما كبرت وقريت عنها تاني اكتشفت ان هي ولا اي حاجه. يعني اكتشفت ان في شركات زي امريكان ايرلاينز ودلتا، الشركات دي عندها خطوط طيران بتعدي من فوق مثلث برمودا تقريبا كل يوم، ده غير الرحلات اللي بتتعمل بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه كل يوم، وسفن زي رويال كاريبيان، كارنفال كروزز. السفن دي بتمشي من هناك كل اسبوع تقريبا، بتعدي عادي. طب ليه الموضوع فيه رعب؟ عشان القصص اللي بتفشل، المراكب اللي بتغرق هي اللي بتنتشر اكتر. بس الموضوع عادي، الموضوع ما فيهوش اي حاجه. الموضوع عامل زي مثلا الشارع ده طريق سريع بيحصل فيه حوادث كتير. هل هقول على الشارع ده ان هو شارع ملعون او شارع اللي هيعدي فيه هيموت؟ مش هقول كده اكيد. في النهايه عايز اقول ان احنا عندنا استنتاجات علميه، حاجات عرفنا ان هي موجوده بناء على تجارب حقيقيه ملموسه اتعملت منطقيه. زي مثلا ان احنا اكتشفنا ان في حاجه اسمها اكس راي، لما بنضربها في الجسم وتترد لنا تاني يطلع لنا صوره معينه، فاستنتجنا ان في عظم وعرفنا شكل العظم عامل ازاي. او اشعه معينه مثلا ضربناها في جوف الارض ردت لنا تاني، فاستنتجنا من خلالها شكل طبقات الارض او انواع المكونات اللي تحت الارض. استنتاج مبني على علم، مبني على تجربه معينه عملتها طلع لي كونكلوجن معين. في استنتاج تاني مبني على دول اكيد بيضحكوا علينا، دول اكيد بيزيفوا الحقيقه، دول بيتامروا علينا يا معلم. ده اكيد في تحت الارض مخلوقات جوه في الارض مخبيينها عننا. ايوه يعني استنتجت ده منين؟ في الاغلب نظريات المؤامره دي ما بتبقاش اي حاجه غير ان هي قصه حلوه بتتقال على القهوه او بتتقال في برنامج تلفزيوني، فبتبقى انترستنج كده، واللي هو ما نسمع كأنها قصص رعب بتسمعها بتتسلى. بس هل في اي حاجه حقيقيه ملموسه بتدل على ده؟ لا. في النهايه ما تنسوش تكتبوا لي بتصدقوا ايه، مش بتصدقوا ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم في حلقه جديده من نعيم الوعي. الشطرنج دي اترصصت كده امتى؟ هو انا فين؟